ألف مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي ده بابا المجال يا جماعة، ده بابا المجال. حظكم يا رجاء اللي انتوا الورقة وقعتكم مع الأهلي. أهو الأهلي ده ملك أفريقيا يا جماعة، ده ملك أفريقيا. معلش الحكم حب يجاملكم بضربة جزاء ظلم، بس من جه حرام راح حرام. وأنا قلت كده لحظة ضربة الجزاء اللي هي هتضيع، ومنزل على صفحتي يا جماعة أنا بحترم مستر كولر. مستر كولر النهارده راجل ما جازفش، راجل عارف هو عايز ايه من المباراه. الراجل النهارده يا جماعه رايح عارف هو عايز ايه. قال لك انا كسبان هنا 2-0، انا ما اروحش اجازف واروح اهاجم. الراجل لعب بخطه متوازنه، ولعيبه الاهلي كانت على قد المسؤوليه، لعيبه رجاله رغم الضغط الجمهوري. والنهارده شفنا لعيبه الرجاء ازاي في كل كوره بيضغطوا على الحكم الليبي. الحكم الليبي بصراحه حكم عادل، حكم كويس، بس هو المشكله في الفار. الفار بعت له على ضربة جزاء مش ضربة جزاء، ما فيهاش حاجة، بس هم عايزين يجاملوا صحاب الأرض. بس عادي مفيش مشكلة، هم وقعوا مع النادي الأهلي، وحظ أي فرقة حظها أسود اللي هي بتقع مع مارد أفريقيا. الأهلي ما بيرحمش حد، وأنا بقول للترجي حضر نفسك، أنت اللي هتخرج، لأن الأهلي بيدور على سان داونز. وأنا قلت قبل كده، وإن شاء الله النهائي هيبقى ما بين الأهلي وسان داونز، وإن شاء الله الأهلي هياخد البطولة. أما ياخد البطولة من سان داونز 5-2 دي يشربوها في كوبايه ميه ويبلعوها ولا كانها حصلت. لان التاريخ يا جماعه، التاريخ دايما بيذكر البطل، ما بيذكرش انا عملت ايه في دوري المجموعات، بيذكر مين اللي خد البطوله. فلازم من هنا ورايح كل الدعم وكل الاخوه وكل المحبه للنادي الاهلي، ولازم كلنا نقف في ظهر النادي الاهلي يا جماعه، لان النادي الاهلي ده هو اللي بيشرف الكره المصريه. النادي الاهلي ده اللي بيتحمل محدش بيتحمله، هو ده الاهلي يا جماعه. عشان كده الاهلي سموه ايه؟ اعظم نادي في الكون، اعظم نادي في الكون النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نتجمع كلنا في نهائي افريقيا ونفرح كلنا مع النادي الاهلي. كلنا مصريين ولازم نساند الاهلي، لان الاهلي هو الوحيد، النادي الوحيد اللي بيرفع رايه مصر. الاهلي فعلا سمعه مصر في الخارج، نادي عالمي، كل الدول الاوروبيه تعرف هو مين هو النادي الاهلي. النادي الاهلي العالمي، ومنتظرينه في كاس العالم للانديه باذن الله. الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لجمهور النادي الاهلي.